لو ظهر لك حد من المومياوات فجأة وانت ماشي في الشارع ونادى عليك، ايه هيكون ردة فعلك؟ لو حتشبسوت هحضنها، غير كده لا. لا خلاص. الحمد لله. قول لي لو لقيت حد من المومياوات موجود في ايامنا دلوقتي، ايه هيكون ردة فعلك؟ هتصور معاه سيلفي اكيد يعني. هتتصور معاه؟ اكيد. طبيعي هتخض. ايه؟ هتخض. اه. بس في حاجة مهمة هنا، ايه بقى؟ احنا نسألها عن الآثار فين ماشي. عشان نفك الأزمة اللي احنا فيها، عشان احنا ميتين تحت الصفر. انت هتخش التاريخ. انا ما يهمنيش ان اخش التاريخ، انا اللي يهمني حاجه واحده بس، هي اللي تهمني وتنور لي طريقي، الفلوس. صح. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. طيب وحضرتك؟ بقول لها وين يا حتشبسوت الاثار قبل ما تموت. طب حلو ده. هسأله اتحنطت ازاي؟ ماشي. وحضرتك؟ هجري. طب حلو، يا رد فعل سريع ومختصر يعني. الجري نص الجدعنة. هوبا. لو ظهر لك حد من المومياوات فجأة وانت ماشي في الشارع ونادى عليك، ايه هيكون ردة فعلك؟ لو حتشبسوت هحضنها، غير كده لا. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان ده، والله تعبان. لا خلاص منتج يا باولي. وحضرتك؟ طب لو ولد طيب؟ لا اسلم عليه عادي، افك بالرباط الضغط اللي هم فاكينه على رقباتهم دي، اشوف هو مين. مش عارف صراحة، بس هو مبسوط يعني ان انا شايف حاجة من تراث الفراعنة يعني. تمام. وحضرتك؟ ظهر لي واحده من الامهات. ولا انت ازاي بقيتي موميا؟ ازاي لسه عايشه؟ ازاي لسه شكلك كده لغايه دلوقتي؟ ما اتحللتيش ازاي؟ ايه سر التحنيط ده؟ تمام. لو لقيت تعويذة والتعويذة دي مكتوب فيها ان انت هتروح الدولة المصرية القديمة، هتعيش فيها لمدة يوم واحد، هتعمله ايه هناك؟ همحي الاسر ال 30 اسره دول عشان نعرف نذاكر دراسات كويس. يد انا بفيدك يد في التاريخ يا واد. عيلته دي اللي هي الاسر يا دوله، زي الاسره اللي هي ال 17 والاسره ال 21 وكده هون. ابتديت تفهم يد يا رمزه اهو. الله، تلميذك يا دوله، تلميذك. عشان الجيل الجديد يا جماعة ما يتعبش. بالظبط، عشان نسهل الدنيا شويه على الطلبه. كرييتيف جدا بجد. وحضرتك؟ عايز اشوف الاكل بتاعه زمان. هتتبسط يعني. هشوف اماكن الاثار فين طبعا، وهرجع دلوقتي ادور عليها بقى يعني. بجد؟ طبعا. دماغ شغالة مش بتنام يعني. لو لقيت تعويذة والتعويذة دي فيها ان انت هتقضي يوم واحد بس مع الفراعنة وهترجع لنا هنا تاني بالسلامة، هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل حاجات كتير. اول حاجة لازم اعرف سر التحنيط. حلو ده. يعني هتعمل بيه ايه بقى؟ لا عادي بقى، انا اكتشفه لنفسي. معرفة لنفسك. ما اكتشفه لنفسي. طيب ايه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية؟ لا ده حاجة يعني تانية ما مثلا ينفعش. ممكن نعرف ايه اسرار الذهب اللي عندهم دي كلها. اسرار الذهب. اسرار الذهب اللي عندهم دي كلها. مش معقوله يعني الذهب اللي موجود على البشر على الكوكب ده كله 1%. ازاي الذهب ده كله يجي من مفيش لا شيء؟ ما شاء الله. ازاي استكشفوه قصدك ازاي يعني، او كان موجود ازاي؟ لا ده سؤال، دي الاسئله اللي بتيجي في بالنا بعد الساعه 12 بالليل. هسرق القناع بتاع توت عنخ آمون عشان تبقى حرامي يعني. هعمل يا رب مكني منه لما يجي يا رب. يا رب الاقي الطريقه اللي اوصل، انا ما اعرفش هعمل ايه، بس يا رب مكني منه يا رب عشان اجعله آية للعالمين. يا رب مكني منه. شوف انا لما وحضرتك؟ هشوفهم هما بنوا الاهرامات ازاي ونعرف هما بنوها ازاي وكده، واطلع بقول لهم بنوها ازاي وكده، وكانت الحاجات اللي هم مش عارفينها، الحاجات اللي هم مش عارفين يكتشفوها، نحاول بقى نكتشفها بقى هناك بقى. عايز ياخد جايزه بقى نقولها لهم بقى، يبقى كده احنا بقينا علماء بقى بقينا علماء جاهزين. طيب لو قالوا لك لا ممنوع ان انت يعني في جهاز هناك كشف السرقه ومش هينفع تجيب حاجه من معاك وانت جاي، هتعمل ايه؟ هيبقى معايا. هزعل جدا صراحه. ايه ده بجد؟ انا فاكرك هتقول لي هعمل حاجه تانية. لا هزعل. هو دي اول حاجه هيعملها، دي اول حاجه لازم يعملها طبعا. يعني هتعمل ايه طيب؟ ممكن اوصل مثلا اشوف انا جدي مين، مثلا احمص ولا الله. اي حد من الناس اللي هي الكبيره دي. حلو. اكتب اسمه جنبي في البطاقه. او تاخد معاه صوره بقى يعني مثلا لو كان ينفع. قبل بناء الاهرامات مثلا، قبل ما يعرفوا الطريقه بتاعت، قبل ما يجي لهم فكره بناء الاهرامات كده، اقول لهم ممكن تبنوا اهرامات وبتاع، انا مكتشف انا اللي في ساعه فكره الاهرامات وكده برضه. ايوه تديهم افكار من عندك. انا عن نفسي اشوف الاماكن اللي بيحطوا فيها الاثارات، بعد كده لما يجي نكتشف بقى هكون اول واحد طالع بقى اثارات وتلعب معانا فلوس ودنيا. طب حلو. وحضرتك؟ انا اشوف هم ايه السر بتاعهم، مثلا بنوا الاهرامات ازاي، ايه الاسرار بتاعتهم بس. وهتبيعوا ولا؟
لا هنشوف بقى ايه سر التطور اللي هم كانوا فيه بس. استكشاف يعني. طب انا حلو. بقى واحد من الناس لسه دافع 9400 في الجامعه، هبيع اصدق عشان نخش يوم تاني. طب ما تمشي من الكليه بقى. لا ما ينفعش، ربنا يخلينا. عندك انتماء يعني. اكيد يعني خلاص اتفقنا. طيب تفتكر لو الفراعنه عندهم سوشيال ميديا كانوا هيعملوا ايه دي الايام دي؟ ممكن يفتحوا قناه يوتيوب اسمها نفرتيتي واحمس مثلا. او مثلا يوميات اخناتون. حلو ده. ممكن مثلا يسموها توت في الزعبوط او ايه امون بيهزر اي حاجه. ممكن مثلا احفاد الفراعنه، اسم حلو برضه. احفاد الفراعنه. هيعملوا توت عنخ امون بقى يعمل برنامج مقالب، ويعملوا توت في المقبره مثلا، ولا خوفو يعمل برنامج خوفو في الهرم، اي برنامج مقالب بقى كده. مثلا يوميات رمسيسي ورمسي كليوباترا ورمسيس هيعملوا غدانا يا اخواتي بعد الشغل. غدانا يا اخواتي بعد الشغل. ايوه زي ما الناس بتوع البلوجرز بقى بيحكوا عن حياتهم اليوميه، نفس الحوار بقى عادي. لو المصريين القدماء بيستخدموا السوشيال ميديا تفتكر هيعملوا بها ايه الايام دي؟ كانوا يعملوا اقل حاجه اعلانات الالهه بتاعتهم، قرب امون قرب اتون. اكيد ده يعني. لو هم عندهم قناه اظن ان هم مثلا هيعرضوا الاهرامات بتاعتهم، الانجازات بتاعتهم على النت او حاجه. هيجي لهم كام مليون مشاهد؟ كتير طبعا. تمام. في كام؟ 8 مليار؟ هم كانوا يكون 8 مليار وواحد. من الواحد. هيجيبوا بقى هم من عندهم. يعملوا صفحه على الفيس ينزلوا فيها الاحداث اللي بتحصل. يعني زي ايه مثلا؟ يعني مثلا دعايه للمومياوات، دعايه لسلسله التحنيط، اي دعايه ليهم يعني. او مثلا تاخد تعويذه لكذا. يعني دي فكره كرياتيف مني. طيب عايز تعويذه بكذا. ازاي تبني الهرم. تمام. كانوا هيروجوا للتوابيت بتاعتهم. طب حلو ده. طيب وحضرتك؟ اعتقد هيقضوها ندب على التيك توك. يعني مملكه الشمال ومملكه الجنوب عامه هيقضوها ندب في بعض. يعني دسوا في بعض يعني. بشكركم يا شباب. الف شكر. شكرا.